هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبصحة وبعافية. والفيديو لهذا اليوم راح نسوي وياكم مقلوبة، بس شوفوا لي شنو من مقلوبة. هم سامعين بمقلوبة السمك؟ اليوم اني راح اسوي وياكم مقلوبة سمك، بس شنو تجنن والشكل روعة والطعم بعد اطيب. نصيحة تجربوها والمنظر يحكي ويتكلم والعين تاكل. شوفوا لي مقلوبة السمك ايش قد طيبة وايش قد حلوة وتجنن. مو مقلوبة عبالك كيكة، شوفوا تقول كيكة يعني عبالك مو مقلوبة. ايش قد حلوة طلعت، شكلها قالب كلش حلو. وأكيد حبايبي ما ننسى الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأريدكم تفجروا لي الفيديو بالصلاة على محمد وعلى آل بيت محمد. وإضافة إلى سويت روتين تنظيف غرفتي وفرشتها فراش جديد. وشوفوا لي الغرفة قبل وبعد، يعني الفراش مالت الغرفة، فراش الغرفة القديم والجديد. وهنا أنا مثل ما تشوفون هاي السمكة غسلتها ودا أقشرها. طبعا هنا أنا معاندة القشور مالتها ما تطلع بصعوبة، دي تطلع. هنا أنا غسلتها بالسنجي، دا أنظفها وأقشرها. يعني لازم أقشرها وأغسلها غسلة زينة معدلة. مثل ما تشوفون هاي السمكة مالت المقلوبة، هسه حنسويها مقلوبة مال السمك، بس شنو مو مقلوبة ضيم. بنات تابعوا الفيديو للأخير لأنه الفيديو منوع وكلش حلو. ولا تنسوني من اللايك اللي أول مرة تزور قناتي وتشاهد الفيديو. أتمنى تنورني بلايك أو تشترك بالقناة وتكون جزء من عائلتي. واللي مشتركة بالقناة أتمنى تنوريني بلايك وبالصلاة على محمد وعلي محمد. أنا دائما أقولهم خلي تعليقاتكم تنوروني بيها بالصلاة على محمد وعلي محمد. هنا أنا كملت السمكة طبعا غسل ونظفتها، كملت تنظيف يعني. هنا أنا راح أنظف المكان قبل ما أسوي كل شي بنات، قبل ما أسوي الغداء، قبل ما أسوي كل شي راح أنظف السنجي، لأن أهم شي هي النظافة. أو ما أحب تبقى زفرة، الزفرة ما حبيت تبقى. هنا أنا شوية زاهي وراح أنظفها تنظيفة زينة، يعني ما أخلي بيها زفرة. أهم شي الزفارة تروح مننا وينظف المكان. مالت السنجي طبعا هو صغير وحوض واحد الحمد لله والشكر. مثل ما يقولون مد رجليك على قد رضاك. الحمد لله والشكر، يعني أنا مقتنعة بيه والحمد لله والشكر كلش حلو. وهنا أنا مطبخ حار طبعا أنا مسويته بالترك، أو مطبخ صغير كلش، طبعا كلش أقل من المتر عرضه. إن شاء الله في اليوم أصوره وأشوفكم إياه. وهنا أنا بديت أغسل السنجي، قلت خلي أغسله وأنظفه قبل ما أقطع السمكة وقبل ما أقلي وألتهي. وطبعا على الغداء أو مثل ما تعرفون مدارس والأولاد يردون يروحون المدارس، فلازم أستعجل وأختصر الفيديو. هنا مثل ما شفتوا السمك، وهنا أنا بنات قطعت السمك مثل ما تشوفون ودا ملحه. وطبعا ما خليت عليه ملح كلش هواي ولا قللت الملح، خليته متوازن. هنا أنا بديت أبهره، ضفت له البهارات الصفرة بس ما خليته هواي على مود لا يضيع طعم السمك، يعني ما كثرت بهاراته هواي. بس الكركم كركمته مثل ما تشوفون قدامكم. الصورة أعتقد واضحة. وهنا أنا اكتمل تبهير السمك، يعني بهرته وكملته وبديت أقلي بالمقلاة أو بالطاوة. طبعا احنا نقول طاوة ما نقول مقلاة، بس على مود أوصلها لصديقاتي من بقية البلدان.
وهنا نهاية شوفوا السمك شلون صار مقسب وشكله كلش حلو، اكتسب هذا اللون الذهبي اللي يجنن. ودائما عائلتنا أو أولادي وبناتي وأبوهم يحبون هيك السمك كلش مقسب، يطلع كلش طيب. احنا بالعراق نقول مقسب، بعد ما أدري بقية البلدان أعتقد يعني يقولون غير كلمة، ما أعرف. هنا أنا خليت التمن وخليت عليه الملح أو الرز، وهنا هماتين مثل ما تشوفونه راح أضيف هذا الكركم، كركمته هماتين ينطي لون ويعزز لي الطعم مالت التمن أو الرز، شلون حابين تسموه. احنا بلهجتنا العراقية نقول تمن. بنات بهالأثناء خليت وجبة ثانية من السمك بالطاوة، يعني قليتها على مود يعني أقليهم كلهم وأخليهم وأطلعهم هماتين يعني من يستوون. هنا أنا شوفوها خلصت هاي الوجبة كليتها طلعتها من الطاوة، وهسه راح أبدي أخلي وجبة جديدة. هنا مثل ما تشوفون هاي الوجبة الثانية هماتين اختصرت الوقت، يعني ماكو بنية ما تعرف تقلي السمك، بس يعني اختصرت لكم الوقت، حبيت أشاركها وياكم. شوفوا هنا شلون صار يجنن، شكله وطعمه روعة. طبعا أنا أحب وأعشق أنه أقلي السمك وأقلبه بالسكينة، ما أعرف أحب أقلبه بالسكينة، أو حتى من أطلع من الطاوة أو المقلاة همينة بالسكينة، ما أحب يعني بشفشر أو فشي ثاني. أشوفه إنه ياخذ زيت هواي يشيل وياه، إذا شلته بشفشير أو بالملعقة راح يغرف زيت هواي. بنات حوايب احجولي بالتعليقات اكتبولي. وهسه هنا بنات شوفوا شلون صار الرز أو التمين عنبر، صار تمين نثري ويجنن، واللون مالته كلش حلو. هنا أنا مثل ما تشوفون أنا خليت لون الكركم. هنا أنا هاي آخر وجبة من السمك دا أقليها، شوفوا لونها شقد حلو، طبعا يشهي كلش حلو وطعمها بعد أطيب. بس شوفوا لي المنظر شقد حلو. وبهالأثناء حبايبي راح أقلي، هذا عندي بصل مسويته مقطعته على شكل جوانح، وعندي هاي البطاطا مسويتها على شكل مكعبات صغيرة الحجم. هنا أنا شوفوا هاي على شكل جوانح، بس أنا شوية مفلسات. هنا أنا راح أبدي أفلسهم، حتشوفون شلون راح أسويهم وأطبخهم ويصيرون يجننون شكل وطعم كلش حلو. بنات وهنا انتو بكيفكم شلون حابين تقطعون البطاطا او البصل، تريدوها مكعبات او تريدوها يعني بحجم اكبر، انتو شلون حابين تسووها سووها. وهنا بنات بعد ما كملت تقلات السمك بنفس الطاوة راح اقلي هذا البصل او احمسه بنفس الطاوة وبنفس الزيت على مود ياخذ نكهة او طعم السمك اللي أنا مسويتها قبل بساعة، يعني مقليتها. شوفوا هنا وبتوابل وهذه ياخذ طعم كلش طيب، يصير طعمه. هنا أنا هاي البوتيتا بنات قليتها وصار شكلها كلش حلو واكتسبت اللون الذهبي. وبهالأثناء يا بنات شوفوا مثل ما تشوفون بديت أصفط بالسمك بالقدر، يعني خليته بالقدر على مود شي تصفط ويصير كلش حلو. وطبعا جهال بالمدارس وكانوا كلش مستعجلين، واني همتين كنت مستعجلة على السريع على السريع، فكملتها على السريع وانطيتهم اياه. وهنا انا بديت اكمل الحشوة يعني اجمعها، وهذه على مود اخليها بالقدر ويا باقي المواد.
طبعا مثل ما تشوفون على السريع على السريع، لأنه جهالي يردون يروحون المدارس. وعندي شفتين مدارس، يعني قسم يروحون ظهري والقسم الثاني يروحون صبح، واللي يروحون ظهري يردون غدا على السريع، واللي دوامهم صبحي هماتين يجون خطية جوعانين، وأني بهالأثناء محتارة ووقتي كله ضايع. عالسريع عالسريع، والوقت مثل ما تشوفون يعني شتاء والنهار قصير، فيا دوب نلحق نعطيهم غداهم. يعني طبعا أقعد من الصبح أني، يعني مرات أقعد بالسبعة، مرات أقعد بالستة، أو أقعد مرات 5:30، ويلا ألحق أكمل غدا جهالي. مثل ما تشوفون هنا صفته كليته بالقدر، خليت المواد كليتها على السمك. هنا هماتين خليت التمن على بقية المواد، بس صراحة ما صورته، يعني صورته بس ما أعرف وين رايح التصوير، ما أدري الموبايل ما مصور لأنه على السريع على السريع، فما أعرف وين رايح التصوير أثناء ما خليت الرز أو التمن. هنا أنا هدرته شوية، طبعا رجعته على الطباخ على مود يتهدر، وهنا وخرته من الطباخ شلته، وهنا أنا خليت صينية على مود أقلبها ونقول بسم الله بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أوه يا الله، هسه نشوف مقلوبتنا تجنن. طبعا صارت مو مقلوبة، عبالة كيكة كلش حلوة، وطعمها كلش حلو، وشكلها بعد أحلى، والمنظر يحكي ويتكلم، والعين تاكل. مثل ما تشوفون مقلوبة السمك كلش حلوة، شوفوا. أتمنى بنات تجربون هاي الطريقة، وأتمنى اللي شافت الفيديو تكمله للنهاية، وتسوي لنا لايك وتشترك بقناتنا وتكون جزء من عائلتنا، أو حتى عائلتي تكبر بكم يا أحلى عائلة وأحلى متابعين. بهالأثناء ضفت عليها هذا قليل من السماق. طبعا هاي طلب أولادي، يعني كانوا كلش حابين هاي الفقرة مالت السماق، لأنه صراحة كلش طيبة، وتنطيها شوية حموضة على ملوحة كلش حلوة. وهنا شوفوا شلون صارت قالب، وهنا أنا صارت عندي أحلى مقلوبة سمك من إيدي وعاشت إيدي. شوفوا لي المنظر وشوفوا لي الطعم والشكل، بناتي يجنن يجنن، مو مقلوبة صارت ضيم صراحة كلش حلوة. أتمنى تجربوها وحتى الكل يستفاد من عيدها. شوفوا شكلها وطعمها صار كلش طيب، وكلش شكلها كلش حلو مالتين، يعني عبالك كيكة صارت كلش حلوة. وطبعا بنات هنا المقلوبة كلش سهلة وكلش بسيطة، وموادها متواجدة بكل بيت تقريبا. وشوفوا شلون صارت كلش حلوة وطيبة ولذيذة. أتمنى تجربوها، واللي وصلت لهنا أتمنى تتابعين الفيديو للأخير حتى تشوفين الفقرة الجاية، وهي فقرة فرش الغرفة وفراشها. يعني بدلت فراشها القديم بفراش جديد. أتمنى اللي وصلت لهنا أو نسيت تسوي لي لايك تتذكر تسوي لايك وتشترك بالقناة، وتكون جزء من عائلتي وتنوريني بتعليق حلو مثلك. أتمنى يعني هنا أنا أشوف المقلوبة شان صارت تجنن. أو مثل ما قلت لكم، أي أم بيت تقدر تسوي هاي المقلوبة بهاي المكونات وبهاي البساطة، يعني كل سهلة وبسيطة، وموادها مثل ما قلت لكم متواجدة بكل بيت، كلش حلوة، يعني سهلة أسهل منها ماكو. هنا أنا يا بنات بديت أفرش غرفتي، وهاي المكنسة الكهربائية، وبديت دا أنظفها. قلت قبل الفراش، يعني قبل ما أفرشها بالفراش الجديد. هنا أنا طبعا شلت الفراش القديم وكملته. قلت خلي أنظفها وأكنسها وأمسحها وأنظفها، وبعدين أفرش الفراش الجديد. وطبعا راح أخلي لكم صورة الفراش القديم والجديد
هنا نظفتها كملت التنظيف طبعا. وهاي الصورة أخذتها قبل ما أفرش، يعني هذا فراش القديم الأخضر، وهنا أنا فرشتها بهذا الفراش الجديد اللي جبته للمطبخ. طبعا غرفتي كلش صغيرونة وحلوة وكيوت، وهذا الفراش كلش يرهم لها، أحلى من ذاك الفراش اللي كان لونه أخضر وطبعا كلش. وهنا البنات شوفوا لي هذا الفراش أكيد أحلى من ذاك القديم. أني بعد برأيي أحلى وأجدد من ذاك القديم، فقلت أخليه للغرفة. هنا بنات خلص الفيديو، أتمنى يعجبكم، وأترككم في أمان الله، وإن شاء الله نلتقي بفيديو جديد، ومع ألف سلامة.